السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب ان شاء الله الكل بخير. رجعت اليوم وياكم بهذا الفيديو اللي كله مطر، ان شاء الله غيث خير على العراقيين وعلى أمة محمد أجمعين. وهذا الفيديو يعني أنا مصورته بيوم المطر، بس راح ينزل هسه لأنه صارت عندي ظروف ما خلتني أقدر أسجله وأكمله. المهم راح أنظف المطبخ. خليت للمطبخ هذا مزيل الدهون. شوفوا احنا من ننظف يوم على يوم هيجي، يعني نحس انه نظيف المطبخ وهيجي، بس من نجي نخلي مزيل الدهون لو نريد يعني نقرب على المكان نلقى اكو دهون. هسه انا هذا بالبداية خليت له مزيل مال دهون، فقام ينزل الدهن. استخدم داستي مزيل الدهون، داستي لو ماكس، واحد منهم ماكس او مانكس ما اتذكر اسمه، يمكن مانكس. المهم هذا يعني فد شي للدهون. واني يعني من بدت المدارس لحد ما هاي يعني التنظيفة للمطبخ ما مسويت له تنظيفة عميقة. نظفته قبل لا يبدي يعني بالضبط نظفته 7-10، يعني تنظيفة عميقة، يعني قبل المدارس ما يقارب اسبوع. والحد هسه يعني هاي التنظيفة الثانية، هاي بيوم المطر. قلت لي منه وهيك راح أفرش البيت وهيك، فلازم أنظف المطبخ وما يظل عندي بيشي. سويت أنا قبل بيوم، يعني صراحة ما أقدر كله بيوم واحد، يعني ما ألحق، لأن مثل ما قلت لكم مدارس وفترة امتحانات. فايش سويت؟ أول يوم نظفت دواخل الكاونتر، طلعت الغراض كلهم فارشتهم، يعني الجلد شايفينه، هذا الجلد اللاصق. طلعت الغراض، سويت لهم تصفية كاس العالم، اللي أريده اللي ما أريده ما أعرف شلون، ومسحت الدواخل مالته، ورجعت غراض البهارات على هاي الماعين ما أعرف شنو، الجرارات اللي بيها الشغلات اللي جوا إيدي أحتاجها. هاي كلها تقريبا أخذت لي بساعتين أكثر ما صورت. بس بالغسل مال الكاونتر قلت لا خل أصور، لأنه هذا الشيء أنا أحسه تحفيز. يعني بنات، أني من أشوف نفسي متكاسلة أو ملانة أو هيجي، شو أسوي؟ أشوف لي فيديو. أتابع أنا من زمان هواي قنوات يعني تحفيزية وهيجي. هذا اسمه مانكس، لو داستي لو مانكس، واحد منهم. يعني شغله كلش حلو. أنا ما اشتغلت مي وهيجي، يعني على شي على الناشف. عندي هذني خاوليات 2، أغسل واحد وأشتغل بالثاني وهيجي. هاي يعني هاي النهاية مال السقف مال المطبخ، على المفرغة على كلها. هيج تنظيف على الناشف أحسن ما فياض ومي وهاي الشغلات. وتعرفون الجو بارد والشباب داخلين طالعين. فقلت هيجي يعني أسرع لي وأنظف، يعني أخلي سطل بيه مي وذني الوصل، كل ما تتوسخ وحدة أغسل وحدة، يعني 3 مرات 4 أشوف المي الوسخ صار وسخ، أغيره هيجي. مخليت لي وياي مساعد، لأنه أنا صاعدة على الدرج. هاي جاي أراويكم بعد. هاي أنا عندي أكثر مكان، هذا مكان الطباخ، وهو يعني اللي تعب يصير بيه الدهون. هاي الأرضية مالته هم راح شوف هاي الصفار مخليت لها أنا مزيل. هي يعني ما بيها ذاك يعني الدهن أو هيجي، بس هو بعد ما دام جاي أغسل خليت لها وذبيت لها شوي زاهي، وراح بالمكناسة مالها هن شايفينها هي بيها. راح أفركه على مود ينظف المكان مالتها. ومن طباخة أنا هم سحبته ونظفته هيك. بس قلت لكم شو وقت نظفته باليوم القبله اللي كان يعني للكاونتر نظفت بيه. فقلت خلي يوم للأثاث المطبخ، ويوم للجدران والمفرغة والشباك وهاي الشغلة، لأنه ذا كلهم في نفس اليوم ياخذون وقت أكثر وجهد أكثر. ويعني ما لحق يعني من يروحون للمدرسة مرات الصبح أبدي أشتغل، أو مرات ورا الظهر، يعني حسب الوقت، حسب اللود مال الدروس
شنو يعني إذا يجوني عندهم كتابة وهاي على ما يكتبون أنا أسوي لي كم شغلة، وإنه بنقعد للحفظيات وهاي الشغل. وشايفين هاي عندي زيوني صف ثالث، تعي خططي، تعي ما أعرف شلون، ما يعرف هالقد يسوي الأشكال مال الرياضيات وهيجي مربعات على هاي الشغلات، فلازم أني أقعد يمه، يعني ما أقدر أسوي أي شيء. المهم هنا كملنا وأكيد انتو هاي يعني مو معاناتي أنا بوحدي، كل الأمهات يعانون نفس المعاناة وكلها نفس الشيء، خاصة والله شوفوا نقول يعني الصفوف الأولية، هو كل ما يكبر تكبر مسؤوليته، وهذا الشيء متفقين عليه كلنا. جاي أراويكم خطأ أنا سويته لا حد يسوي. هذا خليت له مزيل دهون. شايفين هذا اللي يبيعونه، هذول اللي يبيعون تعبئة مال زاهي ومال هاي الشغلات، جبت منه. يعني هو حلو شغله بس يعني على الستيل مو على هذا. انا هاي هم صايره عليها دهون. ايش قلت؟ قلت شوفوا هاي البطل هيك يبيعونه تعبئه، قلت خلي منه. من خليته تاكل الالمنيوم هيك يعني صار اسمر، فلحد يغلط نفس هاي الغلطه مالتي. وهنا بعد ما انتصرنا على المطبخ وكملناه الحمد لله، أنا قبلها بيوم مسوية عندي قدر مال دول ملافته بالليل، فقلت لكم على ما خلصت الغسل وهاي الشغلات بس خليت الدولمة تستوي على زلاطة على طرشي على هاي الشغلات ونتغدى، والحمد لله والشكر على النعمة. جاي أصور لكم شكل المطبخ إيش قد حلو هيك الشكل من نظيف، ويلمع السيراميك، يلمع الكاونتر، الأبواب مالته تلمع. يعني شايفين بنات ملاحظين إنه إيش قد نطول بالتنظيف، يعني ياخذ منا ساعات. بس إذا دخلتي واشتغلتي فتحتي هاي حطيتي ذيك ما أعرف شلون يرجع كل شيء يتوسخ دقائق. يلا نظل إيدنا وياه والله كريم. ولهنا تقريبا راح يخلص الفيديو وياكم، يعني صار فيديو قصير، بس حبيت أتواصل وياكم لأنه صار فترة أنا ماكو، يعني عندي ظروف منعتني. يعني أنا عندي تصوير مصورة يعني أكثر من شغلة، بس شنو وقت ماكو. باي بنات.